السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده مش للطلبة ولكن لأولياء الأمور، وتحديدا للمرأة العاملة ربة المنزل، لكل واحدة بتقابل مشكلة هنطبخ ايه النهاردة. أنا جمعت مجموعة من الأكلات يا رب تعجبكم. الأكلات عندي بقى هتتنوع ما بين أكلات باللحوم، أكلات بالفراخ، أكلات بالأسماك، ووجبات اقتصادية يعني من غير لحوم ولا فراخ ولا أسماك. المجموعة الأولانية اللي هي الوجبات باللحوم، اللحوم القطع من اللحمة القطع. نخلي بالنا هيتقدم جنب الوجبة دهيت، هيتقدم جنبيها يا إما عيش، يا إما رز، يا إما مكرونة. انتي تختاري بقى اللي انتي عايزاه. فأنا عندي أول وجبة كباب حلة وبطاطس محمرة وعيش بلدي. صنف طبيخ البامية أو القلقاس أو البسلة أيا كان الطبيخ، ومعاه لحمة ورز. صينية بفتيك بالفرن مع الرز البسمتي بالخضار. فتة شاورما مع بطاطس محمرة. كبسة لحمة. فتة بالصلصة الحمراء ومعاها لحمة محمرة. فاصوليا بيضة باللحمة ورز بالشعرية. صينية بطاطس ولحمة ورز بالشعرية. شوربة خضار ولحمة ورز. محشي خضار مشكل أو أي نوع محشي ولحمة محمرة. طاجن بامية باللحمة. كوردون بلو باللحمة، يبقى عامل زي البفتيك كده بس بنحشيه من جوه. بنحشي ممكن جبنة ممكن خضار زي ما احنا عايزين. رز بالخلطة مع شرائح البفتيك. الكوارع وحلويات المذبح، وممكن اقسمها وجبتين، كوارع لوحديها واعمل مثلا معاها محشي، وحلويات المذبح دي لوحديها. الممبار، الكبدة الاسكندراني، الكبدة بالردة، الكبدة المحمرة دي بتبقى شرايح. وممكن اللي هي الكبدة العصافيري تمشي، يعني دي وتمشي دي. اللحمة الباردة او العرق التريبيانكو، ورقة اللحمة. أتمنى أن الجزء دوت يكون عجبكم. إلى اللقاء مع الجزء التاني.